أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم خالص تحيات رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية حسن الشيخ محمود، والذي تعذر عليه حضور هذه القمة. كما نتقدم بأحر التعازي والمواساة للشعب وحكومة اليابان الصديق على فقدان رئيس الوزراء السابق السيد شيزو أبي. أصحاب السعادة، لقد أثبتت قمة تيغاد منذ انطلاقها لأنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع بين مختلف الشركاء معا لدعم دول أفريقيا ودفع تطلعاتهم التنموية. ومما لا شك فيه أن الأمن والاستقرار من أهم دعائم التنمية التي لها أولوية خاصة في دفع وتمكين التنمية المستدامة وتحقيق الاندماج والتعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي والقاري. أصحاب السعادة، لقد قطع الصومال شوطا مهما من الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ونحن الآن نشهد نموا اقتصاديا وتقدما جيدا نحو الأمن والاستقرار. ومع أن الصومال وطن غني بالثروات الزراعية والبحرية، فإننا نعاني من حالة إنسانية من أجل عدم كفاية الإنتاج المحلي جراء تواصل عدة فصول من الجفاف والقحط بسبب التغير المناخي، وكذلك ارتفاع أسعار السلع والطاقة العالمية من ظهور جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. أصحاب الفخامة، تتضلع حكومتنا صومالا يعيش في سلام ووئام مع نفسه وفي سلام مع بقية العالم، ولا مجال لتحقيق هذا السلام أيضا دون تحرير جميع مناطق الصومال من عناصر الإرهاب. لذا نود أن أغتنم هذه الفرصة لأدعوكم إخوتي وأخواتي لدعم جهودنا للقضاء على الإرهاب وإنقاذ المتضررين جراء الجفاف. كما أدعوكم لدعم جهودنا لتحقيق الأمن والاستقرار، مما يشمل دعم مبادرات التكيف المناخي ومبادرات تحقيق الاستقرار. وهنا أود أن أشيد بدعم اليابان السخي لمؤسساتنا الأمنية ودعم الصناعات المحلية الرئيسية لتوظيف العمالة وتحسين سبل العيش. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لكي أعرب عن خالص امتناننا للتضحيات التي قدمتها قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والبلدان المساهمة بالقوات والشرطة، والتي ساهمت أيضا في مبادرات تحقيق الاستقرار. وفي الختام أود أن أعرب عن عميق امتناني لحكومة اليابان وكافة المنظمين والمشاركين في هذه القمة، وكذلك نتقدم بخالص الشكر والتقدير للجمهورية التونسية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. السلام عليكم. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais apporter la contribution de la République africaine à ce débat riche et fructueux sur مسائل أساسية لتحقيق تلك الأهداف ورفع كل العوائق. لذلك ركزت النساء الإفريقيات وبنود اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ وبلوغ أهداف الأجندة إفريقيا et les changements anticonstitutionnels. Tout le monde est résilient et le social regarde la pauvreté qui mine notre continent. Mais nous ne pouvons relever le défi économique ou social sans la paix et la stabilité, condition sine qua non d'un développement harmonieux et durable. Climate change is a major threat to global security and stability, exacerbating existing tensions and fueling conflicts in regions around the world. Peace and security issues. We must address conflicts through diplomacy and look at development to et qui en ce moment est confronté à la recrudescence des attaques terroristes et actes de grande criminalité dont le Togo est partie prenante. Pour conclure, nous en appelons à plus de mobilisation de nos États et réitérons notre invitation aux partenaires pour davantage d'actions coordonnées.第4回野口西洋アフリカ賞委員会を代表して選考のdu secteur privé. Au plan multilatéral,
Now, it's my pleasure to invite Dr. Kurokawa Kiyoshi, Chairperson of Hideo. Le socle de tout développement socio-économique. Donc, comme disent les Gaulois, vers plein nous a permis de lancer une idée, de lancer un défi, de lancer la Russie et l'Ukraine dans l'intérêt de la paix, de la sécurité, de la stabilité dans le monde. Africain, Excellence Monsieur le Premier ministre du Japon, il s'agit notamment du développement économique et social.